شنو راح يبنون تمثال لكل لاعب عراقي وراح يعطوهم سيارات وبيوت وجوازات سفر وراح يسافروهم؟ شنو هاي؟ يعني كان قلتوا لي من قبل هيك سالفه كان صرت لاعب. بس قبل لا نبدا اتمنى منكم بس المتابعه، خلونا نوصل 600,000 والله ما ظل حيل شيء قليل وما تاخذ منكم ثانيه واحده بس. بعد ما المنتخب سووا انجاز تاريخي ووصلونا لكاس العالم، سياده الرئيس محمد الشياع السوداني وعدهم بهاي الجوائز. اول شيء بيت لكل لاعب على طريق مطار بغداد الدولي، ثاني شيء جوازات دبلوماسيه لكل وفد المنتخب العراقي، ثالث شيء تسميه احد شوارع بغداد باسم اسود الرافدين. انتم متخيلين يعني وين رايح؟ والله ان شاء الله اسود الرافدين خرافي خرافي. رابع شيء مدري خامس شيء راح يبنون تمثال الاسود الرافدين على هذا الانجاز التاريخي ويحطوه بالمتحف العراقي. زين شنو التمثال؟ يعني مثلا يبنون تمثال لكل لاعب لو مثلا اسد هيك وراء اسود، والله ما ادري. واخير شيء شكو دوره تخرج هاي السنه سموها اسود الرافدين، زي مثلا انا اريد اسميها ومن الحب ما قتل، هذا مو اسم مسلسل هندي. يعني الفكره لو اشتري تسمي ما يصير، لازم نسميه اسود الرافدين. بالنهايه نقول ما شاء الله ويستاهلون اكثر، والله العظيم اللي سووه مو طبيعي ومو قليل. انتوا ليش مقللون منه؟ ما ادري يا اخوان، صار لنا 40 سنه ما واصلين لكاس العالم، فنقول والله يستاهلون، وان شاء الله يا رب مزيد من النجاحات في الفتره الجايه.